السلام عليكم. الحلقه دي ان شاء الله هنقيس شطر كاميرا نيكون. احنا في الحلقه دي هنقيس الشطر على كاميرا نيكون دي 610. لو انت معاك اي كاميرا نيكون تانية ايا كانت 300 3200 او 5200 او ايا كانت الكاميرا اللي معاك، فان شاء الله الشرح ده لكل كاميرات نيكون، ازاي تقيس الشطر عن طريق الكمبيوتر او عن طريق الموبايل. وعلشان تقيس الشطر لازم يكون حاجه من اتنين معاك، لازم يكون معاك كارت الميموري ده اللي هو كارت الميموري الصغير، وكونفرتر ده لو هتقيس عن طريق الموبايل. ولو هتقيس عن طريق الكمبيوتر فلازم يكون معاك كارت الميموري الكبير اللي هو اللي زي ده، ويكون معاك الليدر. تمام، لازم يكون معاك الحاجتين دول لو هتقيس من على الكمبيوتر او الموبايل. وفي الحلقه دي ان شاء الله رب العالمين هنقيس شطر كاميرات نيكون. لو انت معاك اي كاميرا نيكون فتابع الشرح ده للاخر علشان ان شاء الله تستفادوا، علشان تعرف ازاي تقيس الشطر بتاعك على الموبايل بكل سهوله. يلا تابع الشرح. ورجعنا لكم مع بعض تاني، بس قبل ما نبدا الفيديو عايزين نصلي على النبي وعايزين ندعي لاخواتنا في غزه. اول حاجه يا جماعه لازم هنركب كارت ميموري، ده لازم يكون موجود معانا زي ما اتفقنا. هنخلع كارت ميموري، هنركب كارت ميموري في الكونفرتر بالشكل ده كده. تمام اهو، لازم طبعا تعمل الحاجات دي بالظبط زي ما انا قلت لك كده، تركب كارت ميموري في الكونفرتر بالشكل ده. بعد كده هتركبهم في الكاميرا، ولازم طبعا كارت الميموري ده يقبل، يعني كارت الميموري ده ممكن يبقى فيه صعوبه شويه على ما يقبل في الكاميرا، بالذات لو الكاميرا واخده ان هي بتصور عليها على كارت ميموري زي ده كده، فالكاميرا هيبقى فيها صعوبه شويه على ما كارت الميموري يشتغل معاها. بعد ما اركب كارت ميموري نفتح الكاميرا بالشكل ده كده ونحاول نلقط صوره. تمام اهو، الحمد لله رب العالمين الكاميرا لقطت الصوره معانا على طول. تمام، بعد كده هنقفل الكاميرا. تمام، هناخد كارت الميموري معانا بالشكل ده كده اهو، هنخلع كارت الميموري. طبعا هيكون معاك الموبايل، هتحط كارت الميموري في الموبايل بالشكل ده. بعد ما ركبنا كارت الميموري في الموبايل هنحاول نفتح الموبايل اهو، هنخش على جوجل، تخش على جوجل بالشكل ده كده. تمام، هتخش على جوجل هتكتب شطر كاونت زي ما مكتوب معاك في اول مره حاجه كده اهي في اول خانه، وبعد كده هتخش على كلمه كاميرا شطر كاونت بالانجليزي اهي. بعد كده هتعمل تحميل صوره، بعد كده هتخش على الصور بالطريقه دي كده. تمام، بعد كده هيجيب معاك مثلا، هو اول ما يخش معاك هتلاقيه جايب معاك زي المستند ده كده كده، هيجيب معاك كده بالطريقه دي بالظبط. هتخش انت كده وهتختار الصور. تمام، وبعد كده هتختار الكاميرا اللي انت صورت من عليها. احنا صورنا طبعا من على الكاميرا الدي 610 هنختارها. بعد كده هنختار الصور اللي احنا صورناها دي، طبعا اخر صوره انا صورتها هعمل كده اهو، وبعد كده هعمل ابلاي. تمام اهو، وهنستنى طبعا هياخد معاك من 10 من 5 دقائق ل 10 دقائق عبال ما يحمل ويجيب لك عدد الشطر. طبعا على ما يحمل ويجيب عدد الشطر هنشرح مع بعض ازاي تقيس الشطر من على الكمبيوتر. طبعا من على الكمبيوتر زي ما اتفقنا لازم يكون معاك كارت ميموري زي ده الكبير ده، وبيركب من على الكاميرا حته واحده اهو. نفتحه مع بعض عشان نشوف برضه. ده كارت ميموري الكبير. تمام اهو، وتحطه لازم يكون طبعا معاك الكونفرتر زي كده. وبعد كده هتلقط صوره من كارت الميموري الكبير ده، وبعد كده هتركب كارت الميموري في الكونفرتر بالشكل ده كده، وهتاخد الكارت الميموري بالكونفرتر وتطلع على الكمبيوتر. طبعا هتركبهم في الكمبيوتر وهتعمل نفس الخطوات ما عملناها على الموبايل. بعد ما تخش على الكمبيوتر طبعا هتخش على جوجل هتكتب شطر كاونت، بعد كده هتخش هيجيب لك الاستوديو اللي انت تحميل صوره، هتحمل صوره، وبعد كده هتبتدي ان انت تحط الصوره على الموقع، وبعد كده تعمل ابلود. تمام، وتستنى الشطر يتقاس زي ما احنا عملنا كده. ده عن طريق الكمبيوتر بالظبط. تمام، لازم يكون معاك القطعتين دول عشان تعرف تقيس من على الكمبيوتر. تمام يا جماعه، كده العدد اتقاس اهو، ده عدد الشطر بالظبط اهو. تمام، هتلاقيه اتقاس معاك بالمنظر ده. تقدر بقى تاخد سكرينه او تقدر تعمل اللي انت عايز تعمله. ده كده الشطر اتقاس، ده كده قياسان الشطر عن طريق الموبايل. تمام، وعن طريق الكمبيوتر طبعا انا شرحت ان انت لازم يكون معاك الكارت الميموري الثاني وتقيس على الطريقه الثانيه. طبعا من 5 دقائق ل 10 دقائق، فما تستعجلش. انا وقفت طبعا التصوير عبال ما يحمل عشان التصوير ما يطولش معانا. فطبعا كده بعد 10 دقائق بالظبط اتقاست معانا الشطر بالطريقه دي وطلع معاك شطر كاميرا. وكده نكون شرحنا كاميرات نيكون ازاي تقيس الشطر بتاع كاميرا نيكون على الموبايل بكل سهوله. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدعمنا بكوانت كويسه. ولو عرفت تقيس ازاي شطر كاميرات نيكون ما تنساش بقى تسيب لنا كومنت كويسه علشان نقدر نكمل في المحتوى.
ولو عايز تعرف ازاي تقيس شطر كاميرات كانون سيب لنا كومنت، وان شاء الله نعمل فيديو زي ده لكاميرات كانون تعرف ازاي تقيس الشطر لكاميرات كانون. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدعمنا بكومنته كويسه عشان نقدر نكمل في المحتوى. ولو بتعرف تقيس شطر كاميرات كانون سيب لنا تعليق في كومنت، وصلوا على النبي.